ممكن تكون سمعت عنهم أو شفت رموز غريبة ليهم في الأفلام. اللي بيحاول يخرج بره المنظومة دي بيتم قتله. ناس بتقول إن هم بيحكموا العالم، وناس تانية شايفين إن هم مجرد خرافة. دقيقتين جامدين. القصة بدأت سنة 1776 لما تأسست جماعة سرية في ألمانيا اسمها المتنورين. كان هدفهم نشر الفكر العقلاني والعلم ضد سيطرة الكنيسة. لكن فجأة الجماعة دي اختفت. في ناس بتقول إن هم ما اختفوش، بالعكس اتحولوا لجماعة سرية بتحكم العالم من وراء الستار. ارتبط اسمهم بأحداث كبيرة زي الثورات والحروب. سنة 1935 الحكومة الأمريكية حطت شعار غامض على الدولار: هرم كلمته ناقصة وفوقه عين بتراقب، وعبارة لاتينية معناها النظام العالمي الجديد. ناس كتير قالت إن الشعار ده دليل على إن المتنورين لسه بيحكموا العالم. كل الناس لاحظت إن بعض المشاهير بيستخدموا رموز غريبة في حفلاتهم، زي إشارة المثلث أو العين الواحدة. دي إشارات سرية بتأكد إن هم تابعين المتنورين. اللي بيحاول يخرج بره المنظومة دي بيتم قتله. وده اللي حصل مع مغني الراب الشهير تريبل اكس، اللي قال قبل وفاته إنه لو مات فده بسبب ناس أقوى منه، وبعدها بأيام اتقتل في حادث غامض. المتنورين ممكن يكونوا أسطورة أو حقيقة مخفية، بس الأكيد إن هم لغز شغل عقول الملايين. وانت شايف إن هم حقيقة ولا مجرد خرافة؟ دقيقتين